السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد. والنهاردة بقى نكلمكم عن موضوع التطهير لكل الأواني بتاعة الدواجن بوجه عام. احنا دلوقتي عندنا مية زي كده، تمام ماشي. ده كلور، انا طبعا لسه حاطه في الجيركن ده، بس ده كلور خام. بجيب مثلا، انا بحط مقدار يعني مش لازم بالظبط يعني، ولكن الفكرة كلها ان انت عايزين نطهر كل الحاجات عندنا. انا دلوقتي حطيت المية اهي، حطيت الكلور على المية، بقلبه عندي. ممكن اجيب مثلا حاجه فرشه زي كده لو انا محتاج اي حاجه عندي قديمه بتاع ان انا بس انضف بيها. كل الفكره ان انا ببدا دلوقتي، هبدا بالميه اللي هي بالكلور دي، انضف عندي العلافات. ماشي، ادي العلافات اهي، هبدا انضفها. لو انت مثلا بتعمل في المسائي اللي هي العاديه، هبدا برضو ان انا اطهرها بيها. لو يعني كل الحاجات اللي عندك تبدا تطهر بيها. ممكن كمان تجيب حاجه زي البخاخه مثلا كده اهي. عندي مثلا هنا اهو بخاخه اهي. برضو انت برضو بدماغك عندك انت بخاخه موجوده في البيت، تمام. عايز تشتري واحده ايا كان، هي مثلا حاجه زي كده، دي كده كانت موجوده عندي، كانت بتاعت معطر، انا دلوقتي بستخدمها، تمام. بعبي منها من الميه دي، وابدا ان انا مثلا اطهر كده ايه الادراج اللي هي السبله ورفوف السبله ده. هي بعد ما انضفها، الحتت مثلا عندي في حتت زي كده اللي هي بتجمع حاجات زي كده اهوت دي، بعد ما انضفها ابدا ايه ان انا ارش كده اطهر. فالفكره كلها ان انت الميه بالكلور دي انت بتطهر بيها وبتنضف الدنيا بيها لكل حاجه، عشان تضمن ان انت ما يبقاش في عندك حشرات، مفيش امراض، مفيش فيروسات. الحاجات دي مهمه جدا، لان في ناس للاسف كتير يعني بتسعى عن موضوع النظافه دهوت والتعقيم والتطهير، وده بيدخلهم في مشاكل كتير جدا. فاهتم بالموضوع ده عشان خاطر تاخد نتائج كويسه في كل شيء. سلام.